احنا النهارده قدام حاجه يقال عليها انها اغبى صفقه في التاريخ. لما نعرف الابعاد بتاعتها ونعرف الظروف المحيطه بالمكان نفسه والمميزات اللي بيتميز بيها النهارده، هتقدر انت تحدد لوحدك هي ليه سميت باغبى صفقه في التاريخ. لو انت مركز في الصوره اللي قدامك دي دلوقتي، هتلاحظ ان فوق على الشمال في ولايه اسمها ولايه الاسكا. الولايه هنا متلونه بنفس اللون اللي متلون بيه الولايات المتحده. إذن هي أحد ولايات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن اللي بيجي في بالك سؤال، إيه اللي مخلي الولايات المتحدة كلها كجزء في حتة لوحدها وألاسكا بعيدة عنها قوي كده؟ اللي أنت ما تعرفوش أصلا إن ألاسكا في الأساس مش بتاعة الولايات المتحدة، أمال ألاسكا بتاعة مين؟ ألاسكا لو أنت مركز في شكل الصورة كويس قوي هتلاحظ إن بيفصلها جزء اسمه مضيق بيرنج عن دولة روسيا. يعني إذا أصلا ألاسكا دي كانت ملك لدولة روسيا وبالتحديد عهد الإمبراطورية الروسية. الكلام ده تم سنة 1867. هنا الولايات المتحدة استغلت الموقف المالي الحرج أو الأزمة المالية اللي كانت بتمر بيها الإمبراطورية الروسية، وعرضت عليها صفقة إنها تشتري منها منطقة ألاسكا. وهنا إمبراطور روسيا ألكسندر الثاني قرر إتمام الصفقة. المبلغ هنا بقى اللي تمت به الصفقة كان حوالي كام؟ حوالي 7 مليون و200 ألف دولار لمنطقة مساحتها حوالي 1,723,000 متر مكعب، يعني الفدان مش محصل 2 سنت. طبعا انت بالنسبه لك لما تقول ان المبلغ اللي دفعته الولايات المتحده وهو 7 مليون و200 الف دولار مبلغ ضئيل جدا بالنسبه للولايات المتحده، ولكن المبلغ في الوقت ده بالتحديد كان مبلغ يساوي قيمته. لحد النهارده لسه الروس بيشعروا بمراره والم من ان الصفقه دي اتصنفت على اساس انها اغبى صفقه في التاريخ من وجهه نظر الناس ومن وجهه نظرهم هم كمان. وتعالى بقى اقول لك هي ليه تعتبر اغبى صفقه في التاريخ. تخيل ان سنه 2007 إجمالي الإنتاج والإيرادات بتاعت ولاية ألاسكا بلغ إجماليها للولايات المتحدة ما يعادل أكثر من 44 مليار دولار. الولاية هنا بتحتوي على احتياطات غير عادية من النفط والغاز. ولاية ألاسكا واخدة المرتبة الثانية في الولايات المتحدة ككل من حيث إنتاج النفط. تخيل إن إنتاج النفط فيها سنويا 2 مليون و100 ألف برميل كل سنة. تخيل انها تحتوي على اكثر من 85 تريليون قدم مكعب من هيدرات الغاز الطبيعي. بالاضافه كمان الى ان الولايه فيها كميات هائله جدا من المياه العذبه، من الثروه السمكيه وكمان الثروه الحيوانيه. من وجهه نظرك تعتبر اغبى صفقه ولا مش اغبى صفقه؟